السلام عليكم ورحمة الله. قدم الذكاء الاصطناعي اليوم توقعه لأهم سؤال في بطولة كأس العالم 2026. من هم طرف المباراة النهائية؟ لكن قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. حسب نماذج الذكاء الاصطناعي وبعد تحليل مشوار المنتخبات ومستوى الأداء والجاهزية البدنية والخبرة في المباريات الكبرى، يبرز منتخبان أكثر من غيرهما لبلوغ المباراة النهائية. المنتخب الأول هو إنجلترا، فالأسود الثلاثة قدموا بطولة متوازنة للغاية تجمع بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي مع تطور واضح في الشخصية التكتيكية تحت قيادة توماس توخيل. ويرى الذكاء الاصطناعي أن العمق الكبير في قائمة إنجلترا إلى جانب قوة الكرة الثابتة والجاهزية البدنية يمنحها أفضلية في الأدوار الحاسمة، خاصة إذا امتدت المباريات إلى الأشواط الإضافية. أما الطرف الثاني في المباراة النهائية فهو المنتخب الفرنسي. فرنسا وصلت تأكيد مكانتها كأحد أقوى منتخبات العالم بفضل الجودة الفردية الهائلة للاعبيها والقدرة على حسم المباريات حتى عندما لا تقدم أفضل مستوياتها. كما تمتلك فرنسا خبرة كبيرة في إدارة المواجهات الإقصائية، بالإضافة إلى دكة بدلاء قادرة على تغيير شكل أي مباراة في أي لحظة. يرى الذكاء الاصطناعي أن المنتخبين يمتلكان أكثر العناصر توازنا بين الدفاع والهجوم، وما يجعلهما الأقرب للوصول إلى النهائي. أما الأرجنتين وإسبانيا فرغم امتلاكهما كل المقومات للمنافسة، فإن الإرهاق وصعوبة الطريق وقوة المنافسين في الأدوار الأخيرة قد تجعل مهمتهما أكثر تعقيدا. بحسب المحاكاة فإن النهائي الأقرب للحدوث هو إنجلترا ضد فرنسا، مواجهة أوروبية خالصة بين منتخب يبحث عن استعادة أمجاده بعد انتظار طويل، وآخر يسعى لإضافة لقب عالمي جديد إلى خزائنه. لكن الذكاء الاصطناعي يؤكد أن كرة القدم لا تعترف بالأرقام وحدها، فهدف مبكر أو قرار تحكيمي أو لحظة عبقرية من نجم كبير قد تغير كل التوقعات. لذلك تبقى هذه مجرد توقعات مبنية على البيانات والإحصاءات ومستوى المنتخبات خلال البطولة، وليست حقائق مؤكدة. ويبقى السؤال: هل نشاهد نهائيا أوروبيا بين إنجلترا وفرنسا، أم ينجح أحد الكبار مثل الأرجنتين أو إسبانيا في قلب كل الحسابات؟ الإجابة ستكتبها مباراة نصف النهائي.